وينضم إلينا من القاهرة أحمد عبد ربه الناشط السياسي والعضو السابق في ائتلاف شباب الثورة. سيد عبد ربه، قرار النائب العام المصري بالطعن في الحكم الصادر عن مبارك، هل هو مرده إلى بواعث قانونية بحتة أم أنه جاء نتيجة الضغط السياسي وضغط الشارع في ميدان التحرير؟ قرار النائب العام جاء بعد ضغط الشارع المصري بمظاهرات جارفة في كل ميادين مصر نراها خلال آخر 48 ساعة. هذا النائب العام هو نفسه الذي قدم أدلة ناقصة وتهم غير حقيقية ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة مساعديه، أدت إلى هذه النتيجة الطبيعية. احنا قلنا قبل كده ومستمرون، هذه تمثيلية هزلية يقوم بها نظام مبارك بين قوسين المجلس العسكري والنائب العام الذي عينه مبارك لخروج مبارك منها بريء هو ونجليه وكل رجاله ونظامه. منطوق الحكم الذي نطق به القاضي يدلل على أنه عند أول استئناف لهذه القضية سيخرج مبارك والعدلي أبرياء من هذه التهم كما خرج جمال وعلاء مبارك. وهنا نقف عند جمال وعلاء مبارك. هل من حق أي حد أنه يسرق دولة كاملة ويسرق كل ممتلكاتها ويستحوذ على كل خير هذه البلد ثم نقول أنه بريء لأنه مضى على هذه السرقات 10 سنين؟ أعتقد لا يجوز هذا. النقطة الثانية أنه في القانون عندما يترك الموظف عمله تبدأ 10 سنوات. مبارك ونجليه ترك العمل 11 فبراير، يعني من سنة واحدة أو سنة و4 شهور، وهنا لم تمر 10 سنوات التي تكلم عنها القاضي أحمد رفعت. طيب، الاحتقان الذي يسود الآن أوساط الشارع المصري لا سيما في أوساط أهالي الضحايا، هل من الممكن أن يؤثر على مسار الانتخابات أم أنك تعتقد بأنها سائرة كما هي عليه مرشحين لمنصب الرئاسة؟ في صراع دلوقتي ما بين طرفين، طرف الثورة وطرف النظام الذي يريد استكمال هذه الانتخابات. طرف الثورة يشعرون بأنهم موجوعون لأنهم دفعوا الثمن، ضحايا ودم ومصابين وأهالي الشهداء والمصابين، والثوار لا يرضون باستكمال هذه التمثيلية اللي بدأت بعد أن نقل السلطة السيد المخلوع حسني مبارك إلى المجلس العسكري من رجاله الموجودين على رأس السلطة أو المؤسسة العسكرية في مصر، واستمرت مسلسل وتمثيلية هزلية. وصلنا إنه اللي نفذوا قتل المواطنين في الثورة بياخدوا براءة، واللي أعطوهم الأوامر بياخدوا نصف براءة حتى يستكملوا البراءة بعد انتخاب أو بعد تعيين واحد من نظام مبارك بتمثيلية اسمها الانتخابات الرئاسية. طيب. لذلك الصراع طيب، جهات سياسية أيضا وثورية أبدت أيضا مخاوفها من تبرئة ال6 ضباط الكبار معاوني العادلي. هل يعكس هذا الأمر مخاوف كامنة وراء قوى تستطيع التحكم وتحريك جهاز الأمن في مصر؟ اللي تم تبرئتهم دول يملكون كل الأوراق التي تدين رموز النظام وتدين الكثيرين مما يعملون في الوسط السياسي. رئيس مباحث أمن الدولة عنده ملفات على كل حد في مصر بما فيهم رئيس الجمهورية، ولذلك تم التبرئة. هذا سبب سياسي صرف، ومن المؤكد أنه سيستخدم هذه الملفات ضد معارضي النظام، وربما نرى ملفات ستخرج قريبا ضد جماعة الإخوان المسلمين للإطاحة بها في عملية الانتخابات ولصالح مرشح النظام السيد أحمد شفيق الذي كان رئيسا للوزراء وقت موقعة الجمل التي أسيلت فيها الدماء على الأرض المصرية بتنظيم منه ومن نظام مبارك، مشتركين في قتل عدد من المصريين في هذا اليوم، محاولين إجهاض الثورة المصرية حينها واستقرار مبارك في السلطة مدة أطول. لكن بقوة الثورة استطعنا إسقاط مبارك ومستمرون حتى إسقاط شفيق آخر أو مبارك آخر وهو أحمد شفيق ونظامه. طيب، بين تصريحات مرسي وتصريحات أحمد شفيق، هل ترى بأن ما يجري بين الطرفين هي عملية يعني إطلاق حملة انتخابية؟ هم بيعملوا حملة انتخابية زي ما الكتاب بيقول، حملة كراهية. كل واحد فيهم بيحاول يكره الشعب المصري والناخبين فيه من خلال انه بيطرح كل مساوئ الاخر. ونفس السيناريو ده شفناه في المناظرة بين السيد عمرو موسى والسيد ابو الفتوح، والاثنين خسروا يمكن يكون بسبب هذه المناظرة. لكن النهاردة الشعب المصري اذا جرت الانتخابات عليه ان يختار بين كلا الطرفين، اما
مساوئ النظام القديم أو مساوئ جماعة الإخوان المسلمين. الاختيار صعب، هناك عدد من القوى الثورية اختارت المقاطعة أو إبطال الصوت، هناك قوى أخرى اختارت أن تكون مع السيد محمد مرسي في مواجهة نظام شفيق، وهناك البعض أيضا اختار السيد أحمد شفيق لأنه يخاف من الدولة الدينية وفكرة الخلافة، وأن مصر تتحول إلى ولاية داخل خلافة إسلامية أكبر كما أشار السيد محمود غزلان المتحدث الإعلامي السابق. نشكرك من القاهرة السيد أحمد عبد ربه الناشط السياسي والعضو السابق في ائتلاف شباب الثورة على المشاركة معنا. شكرا.